السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء الخير. اليوم معانا الكوكيز نسكافيه أو نقول بسكوت النسكافيه، زي ما تحبوا سموه. المهم انه بسكوت النسكافيه هذا بتعملي نص كوب، الكوب المعياري زبدة، نص كوب مليان، ونص كوب زيت، على كوب سكر ناعم. طبعا هذا المحبي الكوفي أو محبي القهوة، لذيذ جدا ومقرمش، تحسيه مش ناعم خالص، مش ناعم. لكن لو انتم حابين مثلا انه يكون ناعم، ممكن انكم العجينة لما تفردوها تخلوها ثمينة شوية، ما تخلوهاش زي اني احب تكون مقرمشة. عشان كده عملت العجينة ما خليتش تخينة. طبعا وهنا ما بنستعملش الفانيليا، بنستخدم النسكافيه. هنا كوب سكر او كوب شوية، يعني حسب ما تحبوا. انا عملت كوب شوية بس، طبعا ما اختارش زيادة عن اللزوم، طبعا مظبوط. شوفوا هنا وصلنا شوفوا كيف لونه فتح. الان نضيف 3 بيضات على بيضة كاملة. اول ما تحطوا البيضة الاولى نضيف الثانية، وعلى هذا رح نضيف. طبعا هنا عملت 4 كعب بسكوت. بس للأسف الشديد 2 فيديوهات طاروا علي، يعني البداية والنهاية موجودات ومش موجود الوسط. فبجمع لكم هذا الفيديو واحد، يعني لعل وعسى تستفيدوا بس شوية حتى. هنا معانا 2 ملاعق كبار نسكافيه، منهم بربع نص فنجان ماء. النسكافيه طبعا هو الذي غير لون العجينة، ما في بيش اي لون غير النسكافيه. خلاص هنا بعد ما قلبناها تمام، طبعا أنا مختصرة. نبدأ نضيف الدقيق. أنا هنا بضيف أول ونص ملعقة بيكنج باودر. هو سهل جدا، زيت وزبدة وسكر ونسكافيه ودقيق وبيض وبيكنج باودر نص ملعقة صغيرة. شوفوا نص ملعقة، نص الملعقة الصغيرة. نقلبه هنا مع الدقيق ونجلس نضيف الدقيق لحد ما نوصل للقوام المطلوب، زي ما دائما نعمل. لأنه الدقيق يختلف من دقيق لثاني، يعني في دقيق يمتص بسرعة، وفي دقيق تجلسي تعملي كميات. وبرضه الزبدة كمان لها دور، يعني بعض الأحيان تجد الزبدة مليانة ماء فتأخذ دقيق أكثر كده يعني. نقلبه هنا تمام لحد ما نوصل للقوام المطلوب أو للعجينة المطلوبة. طبعا هنا عادي خفيفة جدا. ممكن لو الذي يحبوا يعملوا أشكال مختلفة عادي، يعني إني عاملاه هنا هو شكل الكوكيز، هو فعلا يعني حتى لما تطعميه طعمه حلو ومش حالي زيادة عن اللزوم. ممكن تشربيه مع كوب نسكافيه، الصراحة رهيب. بس من ناحية القرمشة، هذه القرمشة راجعة لكم، يعني في ناس يحبوا مقرمش وفي ناس يحبوا يعني رطب. هنا بعجنه بيدي عشان عاد يحتاج له كمان دقيق. اجلس بس اقلبه، ما عجنوش، عجن اقلب بس، مو يحتاجلوش عجن، زيه زي اي بسكوت، زي كله ما يحتاجش عجن. بجلس اعجنه مع نفسي وارجع لكم. خلاص هنا وصلت للعجينة اللي يحتاجه. شوفوا كيف العجينة حلوة وتقدري تتحكمي بها. بس انا طبعا تعملي زبدة من فوق وتحت العجينة وتمديها ورق زبدة. وتشكليها بالاشكال التي تعجبك.
أنا بعمل شكل دائري وقلب ونجمة، وكل واحد على ما يحب. طبعا عملت كمان مع العجين ملعقة نسكافيه كبيرة، علشان الحبيبات حق نسكافيه تكون ظاهرة، يعني يكون شكلها حلو ولطيف. شوفوا كيف هذه النجمة وهذا القلب، والأشكال اللي تحبوها تدخلوها من الفرن، تولعوا تحت وبعدين فوق، يعني بس تكون شوية يعني مش محمرة زيادة. وألف عافية للي بيقربوه، وكل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله تعجبكم الوصفة وتقربوها، ولا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب.